خص الرئيس زين العابدين بن علي القناة الفضائية المستقلة في لندن بتصريح بثته في حدود الساعة 7 من مساء اليوم، دعا فيه سيادته كافة التونسيين إلى التضامن والتكاتف والحفاظ على مكاسب البلاد وحماية المؤسسات الخاصة والعامة من أعمال التخريب والعنف. وأكد رئيس الدولة مجددا على أنه مدرك تماما لمطالب الشباب التونسي الباحث عن العمل، ويحس بمعاناتهم ويسمع أصواتهم وتصله رسائلهم. وقال إنه يضع التشغيل في مقدمة أولويات الحكومة، وذكر بالتعهد الذي أعلن عنه في خطاب يوم 10 من جانفي الجاري بتوفير 300 ألف موطن شغل خلال هذا العام والعام المقبل. وجدد الرئيس زين العابدين بن علي في تصريحه الخاص لقناة المستقلة تأكيده على تمسك الحكومة بقيم الديمقراطية وكفالتها لحرية التعبير السلمي ولحرية التظاهر السلمي وإتاحة فرص الحوار السياسي الحر حول جميع قضايا البلاد بمشاركة جميع الأطراف الوطنية. كما أكد رئيس الدولة أنه أعطى توجيهاته الصارمة للجهات المسؤولة بتأمين حق التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف في مواجهة المواطنين. وأضاف أن إراقة الدم أي دم تونسي أمر محزن جدا له شخصيا ولكل التونسيين، وأنه يتعاطف ويتضامن مع كل الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة. ودعا الرئيس زين العابدين بن علي في ختام تصريحه جميع المواطنين وكل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى التوحد ضد العنف والفوضى وأعمال التخريب، وإلى مساعدة الدولة في مواجهة الأقلية الشاذة التي تعمدت إلى التخريب وحرق الممتلكات العامة.